السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن حاجة بتلخبط ناس كتير، وهي الفرق بين الصفات المنتهية بالاي والصفات المنتهية بالاي ان جي. الموضوع سهل جدا، بس خليك مركز معايا وانت هتعرف الفرق ما بينهم. يلا بينا. جاهزين يا ابطال؟ ركزوا معايا. Let's go. هقولك قبل ما نشرح الفيديو تعالى نكتب بعض الأمثلة على الصفات المنتهية بالاي ان جي والصفات المنتهية بالاي. اولا الصفات المنتهية بالاي ان جي زي amazing, boring, exciting, frightening, tiring. والصفات المنتهية بالاي زي amazed, bored, excited, frightened, tired. هقولك ان الصفات المنتهية بالاي ان جي هي التي تسبب الشعور للآخرين، هي اللي بتبعث الشعور سواء بالفرحة او بالحزن او بالحماس او بالتعب او بالإرهاق او بالرعب، هي اللي بتبعث الشعور للآخرين. اما الصفات المنتهية بالاي فهي اللي بوصف بيها شعور الفاعل سواء بقى كان عاقل او غير عاقل. تمام، تعال نشوف مع بعض الامثله وقول لي انهي الاصح. This party is amazing ولا This party is amazed. ركز في الجمله وركز في معناها صح وانت هتفهم. ينفع اقول لك هذه الحفله تكون مذهله ولا هذه الحفله هي اللي منذهله؟ طبعا الجمله الاولى هي اللي صح. ليه؟ هقولك this party is amazing، هذه الحفلة مذهلة. يبقى مثلا عجباني بأضواءها، عجباني بأنوارها، عجباني بالأشكال اللي فيها، يبقى هي اللي بتبعث الشعور بالذهول. أما this party is amazed، هذه الحفلة منذهلة، طبعا إجابة خاطئة. طب تعال نشوف المثال التاني. the book is tiring ولا the book is tired. طبعا الجملة الأولى هي اللي صح. ليه؟ لأن بقولك الكتاب متعب، يبقى هو اللي بيبعث الشعور بالتعب. لكن ما ينفعش أقولك الكتاب متعب، الكتاب هو بيشعر، هو بيحس، طبعا مش هتنفع. آدم is boring وآدم is bored، الجملتين ينفعوا، الجملتين صح، بس كل واحدة فيهم ليهم معنى مختلف. آدم is boring يعني آدم هو اللي بيبعث الشعور بالملل، آدم ممل. لكن الجملة التانية آدم is bored فآدم هو اللي بيشعر بالملل، آدم ملان حاسس بالملل. زي ايه كمان؟ the dog is frightening، والجملة التانية the dog is frightened. الكلب، الجملة الأولانية هنا معناها ان الكلب مرعب، الكلب شكله مرعب. والجملة التانية الكلب مرعوب، ممكن الكلب يكون بيجري وراه حيوان أقوى منه فبالتالي هو اللي مرعوب. تمام، دلوقتي خلاص عرفتوا الفرق بين الصفات المنتهية بالاي اللي بتوصف إحساس الفاعل، والصفات المنتهية بالاي ان جي اللي بتوصف الحاجة أو الموقف. لو الفيديو ساعدك وفهمت القاعدة ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد. See you in the next video. Bye.